السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وجيلة. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد، تصوموه بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم هذه الحليوة الرائعة بالكنافة بمناسبة قدوم عيد الفطر. إن شاء الله نوجدوها في العيد لوليداتنا. صراحة كتجي فنة وزوينة. شوفوا من الداخل البنات كيفاش جاية مرملة ومعسلة، وواحد المذاق ديال الكنافة والقرمشة ديالو رائع جدا. ننصحكم أنكم تجربوا هاد الحلوة في هاد العيد. سمحوا لي بزاف حيت غبرت عليكم، والبنات كيسولوني في لي كومونتير في انستغرام. كلشي كيسول عليا. شكرا لكم بزاف. صراحه غبت عليكم بزاف وجاتني صعيبه انني نرجع، مع العلم ان هذا الفيديو كنت ديجا مصوره شحال هذه يعني قبل رمضان، ووصفات واحده اخرين كنت مصورهم قبل رمضان، ولكن حتى لدابا عاد كتاب ان شاء الله ننزلهم لكم. كنتمنى منكم الدعم لان قناتي شحال هذه ما حطيتش فيها شي حاجه. دعموني بلايك باش هذا الفيديو يطلع للناس واحد اخرين، لان واخا تكوني يعني كيكون الانسان مشترك في القناه، فاش كيتعطل الانسان ما كيحطش شي حاجه في القناه ديالو بحال اليوتيوب كينساه، ما كيبقاش يبارطاجي الفيديوهات ديالو للناس. لهذا كنتمنى منكم الدعم اخواتي وتبارطاجيو الفيديو قدر المستطاع. شوفوا البنات كيفاش جات الحلوه من الداخل والترميله اللي فيها كتذوب في اليد قبل الفم. البنات كنتمنى تجربوها ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في هذه الحلوة المقادير التالية. انا هنا درت عجنة ونص. غادي نعطيكم في هنايا في الفيديو المقادير ديال العجنة ونص، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير ديال العجنة. هنا غادي نحتاج كاس ديال السكر، 2 كيسان ديال الزيت، 375 غرام ديال الزبدة ما يعادل ربعة ديال الزبدة، وزدت عليها نص ربعة ديال الزبدة. هذه هي اللي كتساوي يعني 375 غرام الزبده. عندي في الزلافه 6 المعالق ديال الحليب نيدو اللي حمرتهم في المقله حتى تذهب اللون ديالهم، و3 ديال البيضات، 6 ديال الفرماجات، و3 ديال الفلون كراميل. وغادي نحتاج كذلك قبيصه ديال الملحه والدقيق اكيد حسب الخليط. بالنسبه لهاد الحلوه علاش درنا فيها نيدو؟ ممكن انكم تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد المذاق زوين بزاف في الحلوه ديالنا. ممكن انكم يعني ديروا نيدو او لا تعوضوه كذلك باللوز مقلي ومطحون، او لا تستغناو عليه، راه ماشي مشكل نهائيا. خديت واحد القصعه درت فيها يعني الزبده والفرماج وكذلك السكر وقبيصه ديال الملحه. بالنسبه للزبده والفرماج ضروري ما انهم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما يكونوش من الثلاجه، هكا باش تنجح معنا الوصفه ديالنا. كندمج العناصر مزيان. ديك الزبده والسكر كندخلهم مع بعض، عاد كنضيف 2 كيسان ديال الزيت. فاش كتكون الزبده بحراره الغرفه كتساعدنا بزاف في الخدمه. بالنسبه للنوعيه ديال الزبده اللي استعملت الزبده ديال البواطه. فيها انواع يعني اللي ارتحيتوا ليها خدموا بها، ما كاين حتى شي مشكل. وكذلك اللي بغات يعني ديرها بالزبده ديال الاكل اللي كتكون حيوانيه فيها نسبه الدهون 80%، يعني عاد راه غادي تجي ألذ اكثر من يعني من الزبده العاديه اكيد. غادي ندمج العناصر مزيان كما كتشوفوا معايا حتى ينسجموا مع بعض، حتى يعني ما كنحسش بدوك يعني القطع ديال الزبده، كنحس الخليط متجانس. عاد غادي نبدا نضيف البيض، حتى البيض خصو يكون بدرجه حراره الغرفه. كما شفتوا معايا زدت فلون هو الاول. هذا الفلون هو ديال يعني الفلون الصغير، ماشي اللي فيه السكر. وغادي نخلط كذلك داك الحليب اللي حمرت. بالنسبه للحليب فاش كتحمروه راه كيتكتل لكم، يعني غير حاولوا انكم تغربلوه اولا تعاودوا طحنوه صافي، ما كيوليش فيه دوك التكتلات ديال التحمر فاش كنكونوا كنحمروه. هنايا كنزيد بيضه. بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا مبتدئات يعني ما ديروش البيض دقه واحده باش ما يغلبكمش ويتقطع عليكم العجينه في يديكم. هنايا يعني تبقاو ديروا هكا بيضه حتى تساليو كاع يعني البيض اللي عندكم. سمحوا لي حيت كنغبر عليكم، حيت البنات ما كاينش التفاعل في القناه، ولكن يعني بما انه العيد والبنات يعني طلبوني بزاف على الحلوه، بغيت نلبي لهم الطلب ديالهم وننزل لهم هكا حليوات جدادين في القناه، بما انه كيعجبكم الحلويات اللي كننزل لكم. كنتمنى منكم غير تدعموني بلايك البنات وشي كومونتير، يعني تقولوا لي الراي ديالكم في الفيديو، واش الحلوه عجبتكم. والا جربتوا الحلوه كنتمنى انكم تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام ديالي، راه نفس الاسم وصفات وجيله ونفس الصوره. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو ان شاء الله.
هنايا البنات غادي نرجعوا للحلوه ديالنا. كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، وكما شفتوا راني زدت الخميره هي اللي كانت عندي في ديك الزليفه الصغيره. كما قلت لكم درت 3 ديال الخمارات من فئه 7 غرام، يعني ما يعادل 21 غرام. هنايا البنات ضروري ما ان تخليو العجينه ديالكم مرخوفه شي شويه، ما يعني ما تقصحوش العجينه ديالكم، ما تكثروش فيها الدقيق، باش هكا كتحصلوا على ديك الترميله اللي شفتوا معايا في اول فيديو، كتجي يعني الحلوه خفيفه وهشيشه في الفم كتذوب. كندير البنات هكا كويرات كما كتشوفوا معايا، يعني ما تكبروش بزاف، لان هاد الحلوه راها كتزاد في الفران. ومنين عاوتاني كنغطسوها في العسل وكنديروا ليها الكنافه، يعني راه كتعاود يعني يعني كتزيد شويه في الحجم ديالها، يعني خذوا بعين الاعتبار. هنايا البنات راني سخنت الفران ديالي مزيان، عاد غادي نحط فيه هاد الحليوه ونقص ليها العافيه باش تطيب على خاطرها وتجينا طيبه من الداخل ومن على برا. هنايا البنات غادي تشوفوا معايا كيفاش جات. هنايا شوفوا معايا البنات كيفاش جات، كتجي محمره من الاسفل وحتى من الوجه ديالها مذهبه وهشيشه. هنايا البنات عندي سمحوا لي كثرت عليكم. هنايا البنات والله العظيم راني كندير المونتاج وراني كنتلف الهضره، حيت شحال هادي ما بقيت نزلت فيديو. كندير المونتاج ونعاود نمسح، ندير ونعاود نمسح، المهم غير قبلوا عليا. المهم الخواتات ديالي راني درت هنايا الكنافه. بالنسبه لهاد الكميه اللي شفتوا معايا اللي درت ديال الزبده، والمهم هاد المقادير اللي درت ديال عجنه ونص راه دخلت ليا فيها يعني نص كيلو ديال الكنافه. انايا راه غير يعني ما درتش الكميه كامله حداكم، ولكن راه دخلت ليا نص كيلو ديال الكنافه. بالنسبه للكنافه قطعوها بيديكم، فتحوها بيديكم، اولا ديروها في الهشوار. صراحه الله انا درتها في الهشوار دغيا كتسربي، غير يعني رخفت الخيوط ديالها شي شويه ودرتها في الهشوار، هي اللي قطعتها لي بهذا الشكل كما شفتوا معايا، ودخلتها للفران. كتحمر، ما درت ليها لا زبده لا زيت لا حتى شي حاجه، غير هكاك بديت كنحمر فيها في الفران حتى تذهب اللون ديالها كما كتشوفوا معايا. وديك الساعه خرجتها وبديت نخدم بها. بالنسبه للخدمه ديال هذه الحلوه غادي نحتاجوا العسل اللي خاصو يكون سخون، والحلوه خصها تكون بارده. بالنسبه للعسل راه عندي في القناه الاخوات اللي باغيين يجربوه، راه صراحه كيجي واعر بزاف، احسن من هذاك اللي غادي تشريو من على برا. يعني 2 كيلو ديال السكر كتعطيكم كميه كبيره ما شاء الله. وبما انه حنايا في رمضان يعني غادي تكون اكيد شاط لكم العسل من المعسلات الرمضانيه. اذا ما كانش عندكم العسل راه غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. هنايا البنات كما كتشوفوا كندير الحلوه ديالي في العسل، من بعد كنقطرها وكندوزها في الكنافه كما كتشوفوا. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. كما شفتوا معايا كنت خدمت الحلوه بالليل، يعني كملت الفينيسيون ديالها حتى الصباح، عاد صورتها لكم. هذا هو الشكل ديالها في الليل. صراحه ما كتكونش الاضاءه مزيانه، غير قبلوا عليا، ولكن راه في الصباح فاش صورت لكم يعني الشكل النهائي راها كتجي ولا اروع شكلا ومذاقا. درتها في هذه الكويقطات باش كيزيد ولا الحاجه قيمه هكا كتجي زويونه. شوفوا البنات الترميله كيفاش جايه فيها، والعسيله من التحت شوفوا مع الكنافه كي دايره يعني واحد الشكل رائع ومذاق اروع، يعني كل من ذاقها كتعجبو بزاف. هنايا البنات بالنسبه للعجنه كتخرج لينا كيلو و 600 غرام، كيلو 600 غرام اللي كتخرج لينا العجنه ديال هاد الحلوه. انا كان غرضي ب2 كيلو ونص. درت المقادير اللي شفتوا معايا، وانا غادي نخلي لكم رابعه ديال المقادير اكيد في صندوق الوصف. بالنسبه لثمن البيع ديال هاد الحلوه، بما انه الغلاء وكل شيء غلا، غادي تحسبوا لها ما بين 80 و 90 درهم على حسب الكنافه شحال دايره. لان بعض المرات كتكون هكا الناس الكنافه كدير عندهم مثلا يعني 15 درهم، حنايا هنا في الناظور كدير 20 درهم يعني لديك 500 غرام. المهم جمعوا المقادير ديالكم وضربوها في 2 وقسموها على الكميه اللي خرجت لكم، وغادي تخرجوا يعني الثمن ديال البيع، لان المواد اللي كنخدموا بهم راه كيتختلف الثمن ديالهم من مدينه اخرى. شوفوا البنات كيفاش كنضغط عليها الحلوه، كيفاش كتجي مرمله البنات. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، وما تنساونيش بشي دعيوه زوينه منكم. شكرا لكم بزاف وشكرا لمشاهده الفيديو الى النهايه، والى اللقاء.